السلام عليكم، صباح الخير. الساعة دلوقتي 6 صباحا. عندي امتحان بكرة إن شاء الله، فمضطر أقعد أذاكر شوية مع إني مش متعود أذاكر الصبح، بس غصب عني عشان ضغط الوقت وكده. وعندي كام نقطة حابب أشاركها معاكم بخصوص الامتحانات، لعل وعسى تكون نافعة لكم يعني. فهقعد أذاكر شوية وأرجع لكم تاني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عاد إليكم من جديد. الساعة دلوقتي 10:30. الحمد لله خلصت كمية كبيرة جدا من المحاضرات، تقريبا 90% من المحتوى المطلوب مني. فإن شاء الله الامتحان يجي من الجزء اللي ذاكرناه يعني. وحابب أشارك معاكم كام نقطة كده يفرقوني جدا في فترة الامتحانات، لعل وعسى تكون نافعة لكم يعني. النقطة الأولى وهي السرعة أفضل من المثالية. بمعنى إن في فترة الامتحانات بيكون عندنا مواد كتير جدا أو محتوى كبير جدا مطلوب مننا، والوقت قصير جدا. فالأفضل إننا نخلص الكمية الكبيرة ديت بسرعة، وليكن بكفاءة مثلا 60 أو 70%، أفضل من إننا نخلص نص الكمية ديت بكفاءة 100%. لأن في النهاية إحنا هنمتحن على المنهج كله، مش هنمتحن على الجزء اللي إحنا ذاكرناه بس. وديت النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأخذ بالأسباب. في الفترة ديت بنكون مشوشين ذهنيا إلى حد ما، واغلبنا بيراكم المحاضرات لليله الامتحانات او قبل الامتحان بليله او ليلتين. الشيطان بيلعب على الحته دي بقى، انه بيوسوس للواحد مننا بان مش هتلحق تخلص، اللي ذاكر ذاكر، الوقت ضيق، وحاجات زي كده يعني. فالواحد مننا مش في ايده غير انه يتوكل على الله وياخد بالاسباب ويسعى ويعمل اللي عليه. انت مطالب بالسعي لاخر ساعه قبل الامتحانات. يعني افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فأنت مطالب بالسعي إلى آخر لحظة. ودي النقطة الثانية. النقطة الثالثة واللي نفعتني جدا جدا جدا، وما كنتش أظن إن هي هتأثر معايا كده بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي إن الامتحانات اللي فاتت كان من يومين، كان مطلوب مني 30 محاضرة في خلال 4 أيام همتحن عليها. أنا 30 محاضرة ومعايا 4 أيام بس اجازه اذاكر فيهم ال 30 محاضره. فعملت لنفسي جدول ووزعت العدد دوت على الايام، وبفضل الله انا ما كنتش اعرف حاجه عن المحاضرات تماما. خلصت المحاضرات وراجعت عليها وحليت عليها وشفت بعض اسئله الدكاتره، وبفضل الله الامتحان جه من الجزء اللي ذاكرته بفضل الله سبحانه وتعالى. فالثلاث نقط دول نفعوني جدا جدا جدا. وممكن يكون عن الفيديو القادم عن ازاي تعمل جدول وتنظم وقتك عشان تنجز اكبر قدر من المواد المطلوبه منك. ممكن يكون ده عنوان فيديو قادم لنا. اتمنى تكونوا استفدتم، وما تنساش تسيب لنا لايك وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.